ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو مميز، هنحضر مع بعض الفطير المشلتت باجمل وابسط طريقه هتعتمديها دايما في الفطير المشلتت. يلا نشوف الطريقه ونسمي الله. اول حاجه هنا عندي كيلو دقيق متعدد الاستخدام، نخلاه كويس. نزلت بمعلقه صغيره من الملح، معايا ميه عاديه من الحنفيه 3 كوبايات. هبدا احط اول كوبايه واقلب، ونزلت بتاني كوبايه، واحدة واحدة في المية، لان كل دي بيختلف عن التاني. هبدأ اقلب بالسباتيلا كده، وبعد كده هلمها بايدي. لو حسيت ان هي عايزة هرشرش لها شوية مية صغيرة، واحدة واحدة في المية، لان مقدار المية بيختلف في كل مرة على حسب نوع الدقيق. هبتدي الم العجينة واحدة واحدة معايا. اهم حاجة عشان العجينة تطلع مظبوطة معاكي تعجنيها كويس جدا، يعني 10 دقايق ربع ساعة كده. هبدأ ارشرش مية لو حسيت ان هي ناشفة معايا. انا كده مش هعوز مية تاني تقريبا كده. اخدت معايا 3 كوبايات الا ربع بالظبط. الكيلو ده اخد معايا 3 كوبايات الا ربع من المية. هبدأ اعجن كويس فيها. اهم حاجة في الفطير المشلتت العجن بتاعه. تمام كده. ده اللي فضل معايا، ربع كوباية من المية اللي فضلت، يعني انا استخدمت مية 3 كوبايات الا ربع. اهم حاجة عجن الفطير كويس. ولو ايديكي وجعتك في النص سيبي العجينة لمدة دقيقة وارجعي عجنيها تاني، عشان تحسي انها ارتاحت معاكي وتتعجن بمنتهى البساطة. يعني ريحي ايديكي كده من وقت للتاني. اهم حاجة العجن. هبدأ اعجن واريح شوية، اريح دقيقة وارجع اعجن تاني. هنا بقى حسيت ان هي بقت ناعمة معايا وطرية. بدأت المها. هغطيها بكيس نضيف ترتاح 10 دقايق، عشان احنا بنفردها ما تروحش وتيجي معانا. تمام. هنا بقى هنزل بالعجينة كلها، بس مش بس هقسمها نصين. هقسم العجينة اللي معايا نصين عشان اعرف افردها كويس. رشيت رشة دقيق. نبتدي بقى نفرد في العجينة. يعني دي كده معايا نص كيلو عشان اعرف افرد العجينة بتاعتي كويس. تمام. ولو لقيتها بتلزق في النشابة هرش رشة من الدقيق خفيفة، رشة خفيفة، رشة من على الوش. هبدأ بقى اشيل العجينة كل شوية واعدل وارش دقيق من تحتها عشان ما تلزقش معايا، وتعدلي فيها كل شوية. هنا بقى عندي المادة الدهنية 200 جرام زبدة، و120 جرام سمنة، وربع كوباية زيت. زبدة فيرنا عادية خالص، والسمنة بلدي. ما عندكيش سمنة بلدي اي سمنة متوفرة عندك في العلب تنفع، بس اهم حاجة تكون ريحتها حلوة وما تكونش مركونة عندك. وتقدري تستخدمي زيت على سمنة او زيت على زبدة. سمنة بس المتوفر عندك. آه، تمام كده. ابتديت بقى افرد العجينة كلها، والكمية اللي معاكي دي هتكفيكي للاخر. تمام. بعد ما دهنت العجينة هبتدي اعملها رول زي ما انتوا شايفينها كده. هلف واحدة واحدة، وهبدأ بقى ان انا اعدلها. هبدأ بقى افردها، اقطعها 4 صوابع. هحط ايدي كده 4 صوابع وهفردها. وانتي تقدري تتحكمي في حجم العجينة كبيرة او صغيرة في الوقت دوت. هنا كان عندي صينية، هنا خلصت الكمية كلها على صينية مدهونة من الزيت عشان ما تلزقش، ورصيتهم عليها وهسيبهم يرتاحوا 10 دقايق. التريحة اللي احنا بنريحها لها دي بتبقى سهلة في ايدينا ومتتعبناش. تمام كده. هنا بقى هبدأ افرد بايدي مش بالنشابة.
لان العجينة لينة معايا ما شاء الله، شايفين ازاي لينة معايا. هبدأ احط بقى من المادة الدهنية اللي عندي من الزبدة والزيت والسمنة، هبدأ احط معلقة وافردها وابدأ الم العجينة بالشكل دوت، وهعملها كورة. وهبدأ اعمل التانية برضو، هفردها بنفس الشكل بايدي مش بنشابة عشان هي سهلة معايا، وهبدأ ان انا الفها كورة. بسيط وسهل مفهوش اي حاجة، في اي وقت تعمليه ومش متعب خالص. هبدأ برضو اكمل نفس الكمية كلها بنفس الطريقة. هبدأ ادهن معلقة والمها كورة. سهلة في الفرد، مش هتحتاج معاكي نشابة خالص. هنا بقى خلصت الكمية كلها، هسيبها ترتاح 10 دقايق. بعد ما ارتاحت ال10 دقايق، هنا بقى جبت طاسة وحطيت فيها معلقة سمنة، تكون الطاسة سخنة وتكون النار من متوسطة لهادية. انا بقى هعمل ايه؟ مش هفرد واركن، لا مش هفرد العجينة واركنها، لا، انا همسكها وابططها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في الصينية، وهفردها بالراحة. سهلة معايا خالص، مش هفرد لسه واركن، لا هفردها في الطاسة كده زي ما انتوا شايفين. والنار تكون من متوسطة لهادية، واهم حاجة تاخد اللون الذهبي، واهم حاجة نغطيها. اهم حاجة في تسوية الفطير اننا نغطيه. بص شايفين ما شاء الله. هبدأ بقى اقلبها على الجنبين كده عشان تاخد معايا السوا وتاخد معايا اللون الذهبي الجميل دوت. واهم حاجة في تسوية الفطير اننا نغطيه. وهبدأ اول ما اشيل الفطيرة من على الطاسة ابدأ امسحها بالشكل دوت، وهنزل برضو بمعلقة من الزبدة، وهفرد واحدة واحدة بالشكل دوت. بسيطة وما فيهاش اي حاجة وسهلة خالص. هبدأ اكمل زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله على ريحة السمنة البلدي مع الزبدة، عاملة ريحة جميلة خالص. شايفين اللون الذهبي الجميل دوت، وما شاء الله منفوخ معايا. هبدأ برضو ان انا امسح الطاسة بالشكل دوت، وهبدأ ان انا احط المادة الدهنية برضو تاني. سهل وبسيط وتقدري تعمليه في اي وقت. وما نفردهاش خالص عشان ما تبقاش طرية ما تبقاش مرقوقة معانا وناشفة، نسيبها بالشكل دوت. شايفين اللون؟ ما شاء الله كله معايا بالشكل الجميل دوت. هنا اهم حاجة في توريقة الفطيرة العجن الكتير فيه. بصوا شايفين ما شاء الله طالعين كلهم زي الفل. لازم الفطير اللي احنا بنطلعه ده نغطيه كويس بكيس تلاجة عشان يطرى معانا ويبقى زي الفل. شايفين الترويقة والجمال دوت. ما شاء الله كله مورق معايا ما شاء الله. وريحة السمنة البلدي قلب الدنيا كلها. هتغمسيه بقى بعسل، هتغمسيه بالجبنة القديمة، هترشي عليه بقى سكر بودرة، تاكليه زي ما تحبي. ما شاء الله كله مورق معايا وطري وزي الفل. وعمل معايا كمية كبيرة مش قليلة وفي وقت قليل، وما تعبنيش خالص. وانا واقفة عملت كله، ما كملش معايا وقت كبير والله. وطري معايا، تقدري تلفيه زي ما انت عايزة. جربيه وقوليلي رأيك في التعليقات.
وياريت ما ننساش اللايك. مع السلامة.